صباح الخير او مساء الخير بحسب التوقيت اللي انتي بتشوفيني فيه. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. هخش لكم بقى ان شاء الله في الموضوع على طول، او في الفيديو بتاعنا النهارده. هنعمل النهارده ايه؟ هنعمل النهارده دونتس. طعمه حلو قوي، والكبير والصغير بنحبه. بيتباع بره غالي جدا، ونقدر نعمله في البيت بنفس الطريقه بالظبط، ويمكن احسن كمان. تمام. انا هنا طبعا الشويه بتوع او الحته بتاعت ال- المقادير او العجن ما جاتش، هي جت طبعا بعد ما العجن خلاص يعني. زي ما انتم شايفين العجينه قدامكم كده، بس انا هقول لكم على المقادير برضو بتاعته. سهله جدا ومفيهاش اي حاجه. اهم حاجه في المخبوزات تجيبي دقيق مخبوزات، ما تجيبيش دقيق سايب، ده اهم حاجه. ده اول حاجة طبعا، اول تركاية في عايزة تطلعي حاجة احلى كمان من بره. تجيبي دقيق مخبوزات يكون خاص بالمخبوزات، هتلاقيه مكتوب عليه دقيق مخبوزات، مش دقيق سايب، ولا دقيق برضو مغلف بس هو جميع الاستخدامات، لا. هو خاص بالدوناتس والسينابون والبيتزا والمعجنات والحاجات دي. تمام. هنجيب انا هقول لكم مقادير نص كيلو. تمام. نص كيلو دقيق مخبوزات، عليه معلقه كبيره سكر، يكون السكر حبيبات، هو كده كده هيدوب في الميه والخميره. تمام. وهنجيب معلقه لبن بودر، معلقه كبيره لبن بودر، وكيس خميره اللي هو 8 جرام، اي نوع خميره عندك بقى انت ضمناه ان هو ما شاء الله مفعوله يعني حلو. تمام. اللي هو الكيس بيبقى 8 جرام. وايه تاني؟ وعاوزين بيضة كبيرة وفانيليا بس، وكوباية مية دافية، ده للعجن يعني. وايه تاني؟ و25 جرام زبدة، ومعلقتين كبار زيت، ورشة ملح بس. تمام. طبعا بتعجني فيها كويس جدا 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 جدا. تحطي الخميرة الاول مع السكر مع المية يدوبوا، وبعد كده بتحضري بقى المواد بتاعتك اللي هي الجافة وكده، وتحط عليها البيضة والحاجات دي كلها، وبعدين تحط عليها الخميرة والدقيق، وتفضلي تعجني فيها بياخد عجن يعني شوية حلوين كتير، يعني قوي كده. لازم تخدمي العجينة علشان تديكي ان شاء الله نتيجة كويسة. ده اهم حاجة في الدوناتس، ويبقى احسن واحسن لو عندك عجان. لو عندك عجان هيسهل عليكي كتير جدا. انا الصراحة ما عنديش عجان، بعجن على ايدي، فبياخد مني وقت كبير، بعجن كتير جدا فيها عشان بخدم العجينة قوي، فبتاخد وقت كبير جدا مني. لكن طبعا العجان بيسهل الدنيا جدا. ببتدي بقى اريحها 10 دقايق في الحر اللي احنا فيه دوت. 10 دقايق. تمام. بعد ما بترتاح 10 دقايق، ببتدي بقى ان انا اكورها زي ما انتوا شايفين كده كور. بس اهم حاجة الكرة تبقى صغيرة قد الليمونة كده. لو على الميزان تبقى من 50 ل70 جرام. 70 جرام دي يعني كبيرة. تمام. دوناتس كبيرة ما شاء الله، اكبر حجم في الدوناتس. 50 جرام حلوة، حجمها بيبقى حلو جدا. اهم حاجة تقفلي الكورة من تحت كويس جدا جدا جدا، بصوابعك كده تقفلي العجينة قوي، وبرضو ايه، آم، يعني تبططيها كده، ما تخليهاش بارزة. واخدين بالكم؟ هتبقى زي الليمونة كده معاكي. هتبتدي بقى ترشي دقيق على رخامة، لازم لازم ترشي دقيق. لو عندك ورق زبدة يبقى كويس جدا جدا، ما عندكيش ورق زبدة يبقى تمام، رشي على الرخامة دقيق، وحطي الدوناتس بتاعك. انا عملت بامبوليني وعملت دوناتس. البامبوليني اللي هو بتبقى مقفولة، الدوناتس اللي بتبقى مخرومة من النص. تمام. هي طبعا عجينة واحدة، فانا عملت شوية كده وشوية كده. شوية اللي هم الدوناتس بجيب بعملها نفس الكورة، وبجيب اي بقى بلبلة عندك آه، بتاعت اي حاجة عندك، يعني اي حاجة بتخرمها كده من النص يعني. يا اما لو عندك الحاجة اللي هي بتاعت الدوناتس مش فاكرة اسمها دلوقتي، بس هي بتبقى آلة كده بتاعت الدوناتس، بتحطيها على طول، بتخلي شكل الدوناتس مخروم كده من النص ومدور على طول يعني. فاهميني؟ تفردي العجينة وتقطعيها، اسمها قطعة دوناتس. تمام. انا هنا خلاص طبعا اتخمر معايا وكل حاجة، بسيبه طبعا يتخمر، وبغطيه عشان ما ينشفش ويعمل وش من فوق. بسيبه يتخمر كويس جدا جدا. طبعا الزيت بيبقى نضيف. اول
اول حاجه هتعملي فيه هو الدونتس. مش هيبقى زيت قبل كده مثلا قالين فيه حاجه، لا هو خاص بالدونتس. تمام، هيبقى زيت نضيف جدا. آم، وهتبقى، معلش هو لازم الطاسه بتاعته بتبقى مقعره. مقعره اللي هي بتبقى غويطه شويه كده من تحت، زي الطاسه دي بالظبط. انا بقول لكم المعلومات دي والله ما حدش هيقولها لكم، انا واخده فيها كورس. وانا خدت الكلام ده في الكورس، لما طبقته يعني ما شاء الله اداني نتيجة حلوة جدا جدا. فعايزة يطلع زي بره بالظبط واحلى، اعملي نفس التفاصيل اللي انا بقولك عليها دي. اهم حاجة الزيت يبقى متوطي عليه، ما يبقاش سخن، يبقى دافي. تمام. انا كنت بقول لكم اول ما حطيت اول واحدة بتطلع من حواليها كده فقاقيع بسيطة كده. انا مش عارفه هي باينه ولا لا، بس هي بتطلع من حواليها فقاقيع بسيطه خالص قوي كده. والزيت بيبقى دافي. ويا ريت يا ريت يا ريت، من ضمن الصراحه الكورس اللي انا كنت واخداه ان كان فيه ترمومتر بتاع درجه الحراره. بس المشكله انا ما عنديش دلوقتي، انا ما عنديش الصراحه، فبتصرف يعني. انا لو ما عنديش حاجه بتصرف، لو ينفع اتصرف مكانها. في حاجات ينفع بدايل مكانها، بس في حاجات ما ينفعش. بس الافضل للدونس عايزه تطلعيه يعني بيرفكت جدا، هتستخدمي الترمومتر، لان هو مهم جدا في شغل الدونتس يعني. تمام. وما تقلبيش بقى ولا بشوكه ولا بمعلقه ولا بكلام ده. بالسكس اللي هي بتاعه الشيش طاووق دي بتقلبيها بالراحه، لان العجين دي بتبقى حساسه جدا وبتعلم فيها. تمام. هي ما بتاخدش وقت خالص. زي ما انتوا شايفين كده. معلش حبايب قلبي. زي ما انتوا شايفين كده، بتطلع بابلز كده من حواليها، الفقاقيع اللي انتوا شايفينها دي. آه هي كده تعتبر خلاص خلصت. بطلعها برضو بالستكس، بطلعها من عليه. بصوا اهي بدخلها جوه الستكس كده وبطلعها. بطلعها بقى مش على مصفى، معلش مش على صينية ولا على اي حاجة، لا انا بطلعها على مصفى او على شبكة. والافضل والاحسن الشبكة اللي هي بتاعت لو ما عندكيش اي شبكة خالص طلعيها على شبكة الفرن بتاع البوتاجاز. طلعي الفرن، طلعي الشبكة بتاعت الفرن بتاع البوتاجاز وحطيها على صينية كبيرة كده، وحطي الشبكة عليها من فوق، وحطي الدونتس بقى عليها. تمام. انا هنا اول مرة، يعني اول مرة عملت 4، فبريح الطاسة شوية علشان الزيت يبرد، ما يبقاش سخن، لان هو كده سخن دلوقتي لان خد طبعا درجة حرارة عالية. قعد استوى فيه الدونتس فخد درجة حرارة عالية. بتخلي الطاسة تبرد شوية بس صغيرة، 5 دقايق كده او اقل، وترجعيها تاني على نفس النار الهادية. تمام. وتبتدي تحطي فيها الدور اللي هو التاني، عشان ما يبقاش هتحطيها على طول من غير ما تشيلي الطاسة، الدونتس هيتحرق، هياخد وش من بره غامق يعني. هتفتكري ان هو استوى، بس هو مش هيكون استوى، هو هيكون من جوه عجينة. ده بقى قلب الدونتس. الدونتس نفسه لما انا خرمته من النص كده، دي الكور بتاعته اللي هي طالعة منه، فانا بقليها برضو. تمام. بصوا الخط الابيض ده يدل على نجاح الدوناتس. بدل طلع معاكي الخط الابيض ده وخط عريض مش خط رفيع، تعرفي ان الدوناتس ناجح معاكي جدا جدا. عايزه اقول لكم ان دي كانت اول مره اعملها بعد الكورس. يعني انا خدت الكورس ده اول تطبيق بعد الكورس، فما شاء الله الصراحه عجبني جدا. فانا قلت افيدكم بيه. يعني في ناس كتيره جدا جدا بتدور الصراحه على الكورس دوت، وبيبقى غالي ومكلف. آه، فانا قلت يعني هطلعه ليكو، يعني بنية توسيع الرزق ليكو، بنية مثلا ان حد يفتح مشروع، بنية ان حد يشتغل منه، يعني بنية كويسة ليكو. تمام. انا قلت انا مطلعاه يعني بنية مثلا الشفاء، بنية اي حاجة حلوة انا مطلعاه ليكو، محبة مني ليكوا يعني. تمام. انتوا اخواتي وحبايب قلبي. وانا ان شاء الله يعني، انا خلي بالكم انا خدت كورس في حاجات كتيره، يعني انا مش في الدوناتس بس، انا خدت كورس في حاجات كتيره. فانا ان شاء الله باذن الله هعمل لكم سلسله كده من الكورسات باذن الله، هقولها لكم كلها بكل تفاصيلها واسرارها. إيه ان شاء الله باذن الله تعجبكم وتجربوها.
وهستنى باذن الله كل اللي يجربها يقول لي رايه في الكومنتات باذن الله. انا متاكده جدا ان شاء الله انها تعجبكم قوي قوي قوي، لان صراحه انا يعني كداليا انبهرت منه لما عملته الصراحه. فان شاء الله انتوا كمان تنبهروا اكتر مني كمان. بالنسبه بقى الشوكولاته، بستخدم شوكولاته سما، سواء الغامقه او اللي هي البيضه. تمام. ده اقرب حاجه للنوتيلا، لان طبعا زي ما احنا عارفين النوتيلا دلوقتي غاليه جدا جدا، فعشان تجيبيها هتكلفك اكتر من الدوناتس بكتير. يعني التزيين نفسه هيكلفك اكتر من الدوناتس. هو طبيعي ان التزيين دايما بيكلف اكتر من العجينه، بس هتكلفك جامد قوي. ما احنا برضو مزينينها هو وطعمها حلو وشكلها برضو حلو وكل حاجه، بس بتكلفة اقل شويه. اللي قادر يجيب السما يجيبها، ما فيش يجيب النوتيلا الاصليه يجيبها، ما فيش مشكله. بس انا بتكلم على التكلفه. سما حلوه جدا جدا الصراحه. سما الغامقه والبيضه، يعني اللي هي بالشوكولاته، واللي هي بالشوكولاته الفاتحه. تمام. انا بجيبهم وبستخدمهم على طول. انتي بقى براحتك، عايزه تقليها التزيين ده، عايزه تقليه، عايزه آه، تخففيه براحتك. انا مثلا بجيب 3 معالق مثلا شوكولاته، وبحط عليها معلقه زيت، معلقه صغيره زيت، وبقلبهم كده في بعض كويس جدا جدا لحد ما تشوفي القوام بتاعه اللي انت عايزاه بقى معاكي. تمام. بتزيني بقى الاشكال اللي انت عايزاها. ممكن تحطي عليها بقى برينكلز، ممكن تحطي عليها شوكولاتات، ممكن تحطي عليها تزينيها بالتزيين اللي انت عايزاه. كده الفيديو بتاعنا خلص، والسلام عليكم ورحمه الله.